سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة اليوم شكشوكة صيفية بالبيض، تجيكم بزاف بنينة وميم طو تدي لكم الوقت، ما لازم لكم الوقت. عندي فلفلة عفوا والبصلة والثوم نديرهم يطيبوا قبل، وندير المقلة تاعي ندير فيها شوية تاع زيت الزيتون، من بعد نقطع الثوم تاعي ونزيد نقطع البصلة تاعي. تقدروا تشوهم تقدروا ما تشوهمش، تبقى عندكم. انا اختياري اني شويتهم باسكو يجينا الطعم تاعهم بزاف بنين كي تشوههم. المهم يسيو نقطعوها أكثر وأكثر على جال تزيد تبان لنا أكثر في الطياب. من بعد نزيد مع زيت الثوم والبصلة، ومن بعد الطماطم أنا نسيتها، من بعد درتها كذلك. طيبتها من قبل ونقطعها، تبقى اختياركم اسكو طيبوها اسكو لا، أنا اختياري أني نطيبها قبل. المهم بعد اللي قطعنا الطماطم تاعنا نزيدو الفلفله تاعنا، باينه تعرفوا كيفاش غادي ديروا الفلفله، غادي كي تقلعوها من الطياب غادي ديروها في ساشي تغرقوا عليها، ومن بعد تنقوها وتغسلوها وتقطعوها بيان سور كامل الجزائريين يعرفوا هذه المعلومه. المهم عاودتها لكم، اللي خاطيه كامل طياب يقدر هذه المعلومه تساعدو. من بعد زدت معاها الملح ونزيد معاه فلفل اسود، تبقى اختياركم اسكو تزيدوا الفلفل الاسود اسكو ما تزيدوش ولا تزيدوا شحال من التوابل، تبقى عندكم. من بعد نديرها طيب، من بعد زدت لها هريسه مع طماطم صبرا ونقعدوا نخلطوه مع عفوا التحريك المستمر حتى اللي يطيب لنا. بعد اللي طابت لي زدت لها 3 حبات تاع بيض، ما خلطتهمش درتهم كيما هكا ونغلق عليهم ونخليها طيب. أنا درتهم بهذا الشكل، ما خلطتهمش، تبقى اختياركم. هذا هو الشكل النهائي كيفاش طابت لي، الصراحة جاتني بزاف بنينة. إذا عجبكم الفيديو متنساوش تدعموني بجيم وكومنتير وبارطاج الفيديو، ملا أنا نخليكم ونقول لكم شكرا على المشاهدة. باي باي.